بلا صياح، أرجوكم، بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، أدري إني ساحب. الوضع ريلاكس، ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. قبل أن ينتقد الفريق يعني تعادل ويا بيتيس وكان الفارق ويا الوصيف ريال مدريد يصير 6 مكان ما هو هسه 4. لازم تعرف شغلات. أولا أنت قبل المباريات هذه كان عندك توقف دولي. التوقف الدولي يعني سفر، يعني لعبات، يعني إجهاد. ثانيا الفريق جاي من لعبة أوساسونا اللي خلت هالرابطة وبقرار غريب أنه تلعب يوم 27 خارج الأيام المحددة للعب مباريات الدوري باعتبارها لعبة مؤجلة. وأوساسونا هو الفريق اللي خسرت من عنده بالدوري وبأعلى سكور لحد الآن. جت وراها لعبه اتلتيكو، لعبه جيرونا بالدوري، وانت لحد دقيقه 60 انت متعادل 1-1. وراها لعبه اتلتيكو مدريد، اللعبه اللي واحده من اصعب اللعبات هذا الموسم، واللي انت انجبرت تستقبل بها لعب حتى لا تجهد لاعبينك بالانطلاقات، وفزت 1-0 وتأهلت النهائي الكاس حتى تواجه ريال مدريد. هاي في حال انه ما ردنا نحسب انه انت قبل التوقف الدولي مواجهه اتلتيكو مدريد همين. ولما بلشت لعبه اساسونا انت شريت خسران اراوخو ورافينيا لانهم مسافرين سفر بعيد لامريكا الجنوبيه، ولما رجعوا ما قدروا يشاركون. رغم هذا فزتوا باريحيه وباستحقاق. والشغله الاهم واللي ما لازم ننساها انه انت قاعد تتعامل ويا بشر مو مكاين. بشر يتعب، بشر نفسيته تتضرر، بشر صغير، بشر كبير. كل شيء قدامك موجود بالفريق، وخاصه فريق مثل برشلونه بلاعبين مراهقين، بلاعبين شباب، بلاعبين خبره، بلاعبين كبار بالعمر. لذلك انا ما اشوف التعادل ويا ريال بيتيس نكسه ابد. يعتبر نكسه في حال ريال مدريد كان فايز على فالنسيا وانت متعادل فيصير فارق نقطه واحده، بينما حاليا انت بكل المعطيات انت موسع الفارق ويا ريال مدريد نقطه اضافيه وصار الفارق 4. وبالمنطق انت لعبه فالنسيا وريال مدريد ما كنا متوقعين انه فالنسيا راح يعثر ريال مدريد، لان هو فالنسيا هذا الموسم مو فالنسيا اللي نعرفه، ولا فالنسيا اللي قدم مستويات جيده. فالنسيا لحد فتره قريبه كان مهدد بالهبوط. فبجدول مباريات ريال مدريد اللي احنا متاملين انه يعثرهم قبل الكلاسيكو ممكن ختافي واتلتيك بالباو، بس فالنسيا ما حد حاطهم بالحسبان انه هم يعثرون ريال مدريد. لذلك التعثر اليوم اللي جاك من فالنسيا هو اضافي وممتاز جدا جدا جدا. حاليا فارق 4 نقاط، ممكن الافيش يعثر ريال مدريد يصير فارق 6 نقاط اذا انت تفوز بعدين. ويمكن هي هاي اللعبه درس لبرشلونه حتى ما يروحون زايد بالرفاهيه والطموحات والتوقعات، انه لازم تخلي طموحاتك وتوقعاتك تكون واقعيه بحته. ليش؟ لان فكره الجمهور وفكره اللاعبين بعد خساره ريال مدريد البارحه انه الفارق يصير 6، لازم الفارق يصير 6. انا شفت تغريدات وشفت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ضحى بالابطال ولعبه الكاس اهم شيء تفوز اليوم على ريال بيتيس حتى يجيك الدوري، لعبه الكلاسيكو بالدوري والفارق 6 تفوز عليهم الفارق 9 تحسم اللقب. وهذا شيء مو منطقي. يعني انت عندك ريال مدريد ممكن يخسر لك اللقب من قبل ما تلعب الكلاسيكو. اصلا ريال مدريد قبل لعبه الكلاسيكو مال الدوري عنده كلاسيكو مال كاس الملك بالنهائي، عنده لعبتين ارسنال، عنده لافيش وختافو بالباو. فالرفاهيه زايده شغله مو حلوه. انت كل اللي عليك انه تفوز بمبارياتك او ما تخسر على الاقل حتى تستمر تحصل نقاط وتفوز بالدوري. سواء فزت بيه بهاي الجوله او فزت بيه بالجوله الاخيره انت هيك راح تصرف جهد. والمدرب ما عنده العقليه اللي تقول لك انه انا العب على اقل الامكانيات وما دام الدوري محسوم. لا، المدرب نفس الاسلوب مالته، نفس التكتيك، نفس الخطه اللي يطبقها مع بعض الهدوء بعض الفترات احيانا. وبعد المباراه صار واضح من تصريحات المدرب انه هو مقرر مداوره مسبقا. يعني كان مقرر انه ديونج يطلع، مقرر انه بيدري يطلع، مقرر انه فيران توريس يلعب دقائق اقل، ومقرر انه رافينيا ما ينزل اساسي. ليش؟ لان رافينيا كان جاي من سفر، وبعدين اوكي ما لعب لعبتين هو بالدوري، لعب اتلتيكو مدريد مال الكاس لعبه كامله وكانت لعبه مجهده. لاعب مثل رافينيا قدام اتلتيكو مدريد عليه هواي طموحات وعليه هواي واجبات يسويها. وطبعا من غير سوء المستوى اللي قدمه لامين يامال، وانا متاكد واحده من اسباب سوء لامين البارحه هي الاجهاد. لان لامين يامال بالتوقف الدولي مباريات كامله، بالابطال مباريات كامله، بالكاس، بالدوري، كل اللعبات قاعد يكملها تقريبا او يطلع اخر 15 دقائق بالزايد. لذلك اللاعب واضح عليه الاجهاد، واضح عليه التشتيت الذهني، ولازم يرتاح على الاقل بلعبه الدوري الجايه. ونفس اللي صار بلعبه اوساسونا بالذهاب اللي خسرها الفريق 4-2، المدرب كان مضطر يداور وتعثر. رافينيا مجهد، ديونج مجهد، بيدري مجهد، لامين يامال مجهد، حتى فيران توريس صار له فتره قاعد يشارك اساسي لذلك هو مجهد. والمدرب وحتى احنا كمشجعين عندنا انه تخسر لعبه احسن ما تخسر لك عنصر، لان انت عندك الزاد البشري ملزوق بعلج. يعني على اقل مشكله
تخسر واحد من اللاعبين المهمين الثلاثة أو الأربعة بالفريق، أنت موسمك كله يروح هباء منثورا. زين، هل كان من الممكن إنه نتلافى التعادل ونفوز؟ نعم، كان ممكن إنه نتلافى التعادل ونفوز، بس كان واضح تأثير الإرهاق البدني والذهني على الفريق من البداية. من البداية الفريق دفاعيا مو شيء، هجوميا مو شيء، الفريق عبارة عن أسماء بدون كتلة جماعية. لذلك أي فريق يشتغل بمبدأ الأسماء بدون ما يلعب فريق جماعي ما يحقق شيء، ولا يقدر يتقدم بالبطولات، ولا يقدر يحقق المطلوب من عنده من نهاية الموسم. وحتى يكون بالمعلوم، فالسبب الرئيسي باح للتعادل هو لامين يامال. انت المشكلة ويا لامين يامال شنو؟ المشكلة انه هو مراهق، يعني عمره 17 سنة، مراهق بحت، وشاب متعلق بالسوشيال ميديا. زين، بنفس الوقت هذا المراهق هو نجم الفريق الاول، وهاي منتهي من عندها مناصفة ويا بيدري. يعني بيدري باح مجهد ولامين يامال مجهد، فاستنتج عندك لامين يامال النجم الاول للفريق هو مراهق، بس هو نجم هو مراهق. انت هنا لازم مثل ما يقولون تمسك العصا من النص، ما تمسكها من طرف، حتى تعرف تتعامل ويا هيج لاعب. اذا استبدله ممكن يتزعطط ويسبب لك مشاكل، اذا تقعد دكه ممكن يتزعطط ويسبب لك مشاكل. وبنفس الوقت اللي انت معتمد على هذا المراهق، لان هو انجم لاعب بالفريق، هو ما عنده الحس الكافي، ولا عنده النضج، ولا عنده الالتزام بالمسؤوليه الكافيات حتى يقدر ياخذ القرارات الصحيحه. عنده البارحه مجموعه قرارات خاطئه، يعني مثلا اكو طوبات يحتاج يسددها لعبها تمريره، اكو طوبات يحتاج يعرضها يظل يراوغ بيها، اكو طوبات يحتاج يمررها سددها. كل قرارات لامين يامال البارحه هي خاطئه، لذلك الفريق ما استفاد من عنده الاستفاده الممتازه يعني، ولا وصل على فرصتين وضاعت. بس بالنهايه مو لامين يامال اللي تعودنا عليه من بدايه الموسم لحد الان. لذلك انت رغم مساوئ لامين يامال البارحه ما تقدر توبخه ولا تقدر ترزله وتعاتبه بطريقه بيها مثل ما تعاتب مثلا رافينيا او ديونغ او بيدري او ليفاندوفسكي. لا، انت حرفيا قاعد تتعامل ويا جاهل، قاعد تتعامل ويا زعطوط قبل سنه او سنتين اقصى طموحاته انه هو يصعد للرديف. لذلك انه انت تخسر نقطتين احسن ما تخسر لاعب او لاعبين ويضيعون عليك الموسم، مكان ما تضيع عليك بطوله او تضيع عليك نقطتين من اللعبه بالزايد. فماكو داعي لاي اوفره، ماكو داعي لاي خوف. الفريق حاليا قاعد يمر بوضعيه ممتازه، بس وضعيه اللاعبين على المحك بسبب الجهد البدني والارهاق الذهني، والفريق قاعد يمشي شويه شويه تاتا تاتا باتجاه الالقاب. ومثل ما يقول المدرب انه يحق لك تحلم، بس لازم تنفذ اللي تخططه على ارض الواقع حتى تحقق احلامك. حاليا واحنا بشهر الرابع، واحد من اشهر الحسم اللي ممكن تحسم به بطولتين. الفريق قاعد يقدم، الفريق قاعد يمشي باتجاه الالقاب. كل اللي منتظرينه احنا هدوء بدون اثاره مشاكل، خاصه من رافينيا وبس. بالنهايه شوف الفيديو على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الانستغرام وعلى التيك توك، شيروهن وخلونا عليهم لايك واشتركونا بالقناه. في امان الله.